يا مساء الفل. وصفتنا النهارده باذن الله وصفه اقتصاديه تعتبر يعني ربع ثمن تكلفتها لو هتشتريها من بره. اعتمديها رمضان، سجلي الوصفه دي هتنفعك جدا، حلوه جدا، حلو من حلويات رمضان. طيب تعالوا كده نسمي بسم الله، صلي على رسولنا الكريم ونبدا. معايا كده مبدئيا 2 كوبايه من الدقيق، معايا ذره ملح، معلقه كبيره سكر، معلقة ممسوحة خميرة، معلقة ممسوحة بيكنج باودر، معلقة من النشا ومعلقة من الكاستر. ممكن استبدل الكاستر بالنشا او النشا بالكاستر، يعني زي ما يعجبك. تمام. معايا كمان معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها زي ما احنا شايفين كده. مبدئيا كده اهوت، لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي يا ريت نعمل بقى اشتراك في القناة. لو عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو، ما تنسينيش من كومنت حلو زي كده، لان فعلا الكومنتات دي بتفرحني كتير جدا. تعالوا بقى كده معايا تاني نقلب المكونات الجافه بتاعتنا مع بعض، ونبتدي نضيف الميه بتاعتي. هنزل بالميه بتاعتي جزء جزء، يعني هتاخد معايا 1.5 كوبايه من الميه. نزلنا باول كوبايه من الميه ونبتدي نقلب بقى، وزي ما انتم شايفين كده بنستخدم معانا المضرب، لان المضرب اليدوي ده بيسهل معانا شويه يعني، وكمان بيعمل عرق ومطه للعجينه. العجينه هنا انا محتاجه ان هي تكون مطاطيه. نص كوبايه تانية هبتدي انزل بيها شويه بشويه زي ما احنا شايفين كده، جزء جزء، يعني معلقتين معلقتين. تمام كده. وبرده معايا بالمضرب هقلب كده علشان المكونات بتاعتي كلها تختلط مع بعضيها. ما لو لسه بقى مكمله معايا لغايه هنا حطي لايك للفيديو، ما تسرحيش، خليكي معايا. صلي على رسولنا الكريم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا حلوين، هنا حطيت معلقتين من الزيت، وبعد ما قلبت كده زي ما انتم شايفين بدات الاقي ان العجينه بتاعتي لسه برضو تقيله ومحتاجه معلقتين ميه، فبدات اضيف معلقتين من الميه. خدوا بالكم ان كل نوع من الدقيق، ودي حاجه احنا كلنا عارفينها، بيختلف عن التاني. تمام كده. يبقى اخدت مني 1.5 كوبايه دقيق ومعلقتين من الميه. في الوقت ده انا هنا هستغنى بقى عن المضرب خالص، وهبتدي ان انا اشتغل بايدي. بصوا دي طريقه العجن بتاعتها. طب هو احنا بنعمل ايه النهارده؟ احنا النهارده بنعمل زلابيا، بنعمل لقمه القاضي او العوامات. دول ال3 اسامي الحقيقه اللي انا عارفاهم عنها. لو انتوا عارفين لها اسامي تانية قولوا هي، انا مش عارفه غيرهم. يعني انا هنا بالنسبه لي احنا بنقول عليها لقمه القاضي، في ناس بتقول عليها زلابيا، في ناس بتقول عليها عوامات، ايا من كان بقى يعني الاسم اللي عندكم قولوه لي. تمام. بصوا دي طريقه العجن بتاعتها. بعمل كده، بعمل ليها عرق. العجينه بتاعتها بتعتبر عجينه مطاطيه زي ما انتم شايفين معايا كده بالظبط. هلم بقى العجين كده بالاسباتشولا من الجنب، وهغطي وهسيبها تختمر في مكان دافي. تقعد بقى معايا حوالي ساعه، لان طبعا الجو دلوقتي ساعه، او تدفي الفرن يبقى دافي بس وتحطيها جوه الفرن، مش وهو سخن وهو دافي. تمام. لغايه ما تختمر. هسيبها انا تقريبا حوالي ساعه. تمام كده، في مكان دافي حوالي ساعه. طيب تعالوا نشوفوها بعد الساعه. انا رحت عملت اللي ورايا وبعدين رجعت لها تاني. بصوا شايفين الهواء، شايفين الهواء اللي اتكون ده نتيجه الاختمار، ان هي اختمرت. هنا بقى هبتدي انزل كل الهواء اللي فيها ده زي ما انتم شايفين كده اهوت، بمعلقه بنزل وبخرج كل الهواء اللي فيها. عايزه بصوا اهو تقليبه كده عشان الهواء اللي جواها ده كله يخرج. تمام. وبعد كده بقى تعالوا نشوف هنشكلها ازاي. جبت معايا كيس حلواني، الكيس ده اللي هو استخدام مره واحده. ممكن قوي ان هو يكون كيس تلاجة، بس خليكي عارفه ان هو هتستخدميه مره واحده بس فقط، وهيترمى مش هيستخدم تاني، لان مش هتعرفي تستخدميه تاني. حطيته كده في كوبايه او في ايا كان حاجه كده طويله، وبدات انزل بيه. تعالوا نشكل. معايا بقى هنا بوله صغننه فيها شويه كده من الزيت، ومعايا المعلقه المعياريه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. معلقه معياريه، او دي معلقه والله كانت بتاعت جوه الدواء العلاج بتاع الاطفال. بصوا شايفين طريقه التشكيل. ببل المعلقه في الزيت وببتدي انزل بالكيس بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. الحركه دي هتخليها تدي معايا اشكال كلها متساويه، هتطلع كلها شكل متساوي. مع العلم والله ان انا عايزه اقول لكم ان انا بحب قوي الاشكال الفضائيه، يعني الاشكال الفضائيه دي حلوه جدا، وانا شخصيا وانا صغيره كنت بفرح بيها حتى وانا كبيره. وعندي ابني طالع زيي بيحب الاشكال الفضائيه، فهتلاقوني كده هعمل جزء منها اللي هو الشكل المتساوي كله بالمعلقه كده، وهعمل اشكال تانية كمان من جزء من الاشكال الفضائيه. حلوه جدا، بتفرح الولاد. يقعد كده يقول لك بقى ابنك مثلا ولا بنتك بصي يا مامي دي شكل الكتكوت، بصي دي شكل البطايه، بصي دي شكل الحمامه، حاجه كده بتفرح الولاد يعني.
ومع ذلك هنعملها برضو كده. انا وريتكم طريقه التشكيل دي علشان تطلعها لك شكل كروي، اللي هي شكل الكوره كده، اللي هي بتبقى كلها متساويه، كلها شبه بعضها. حابه تعملي كده ماشي، مش حابه براحتك. طيب طريقه التسويه يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا بنزل في الزيت وهو يا دوبك دافي. طريقه التسويه بتاعتها بحمر جزء. طيب هنا طريقه التسويه هتبقى على مرتين. اول مره هسويها نص التسويه، عايزاها تطلع معايا باللون الذهبي الفاتح قوي، اول درجه زي ما بنسوي البطاطس كده نص تسويه. طيب في المرحله دي خلوني يا جماعه اقول لكم حاجه مهمه جدا. معلقه النشا او معلقه الكاستر بتخلي لقمه القاضي او العوامات ما تشربش زيت. خدوا بالكم انا هنا حاطه شويه زيت، كميه الزيت اللي عندي هنا شويه صغيرين، هم دول اللي هكمل بيهم للاخر. هتشوفوهم كده معايا زي ما هم. الحقيقه انا في الاول خالص ما كنتش بحط عليها نشا، ولكن لما استخدمت معلقه النشا ومعلقه الكاستر فرقت معايا كتير جدا. فعلا فعلا ما تشربش زيت. ولو العجينه بتاعتك معجونه صح هي مش هتشرب منك زيت ابدا. شايفين الشكل معايا حلو جدا ازاي؟ كل الاشكال متساويه وحلوه جدا. لو فعلا ولادك بيحبوا الاشكال الفضائيه زي كده وزي ولادي، اعملي لهم حبه من الاشكال الفضائيه هيفرحوا بيها جدا. طيب هنا بقى انا كنت خلصت الكميه كلها، وهنا هبتدي اخد جزء جزء على قد ما انا هستخدم. وقت ما تيجي انت هتقدميها للاكل هبتدي ان انا احمرها، ودي تاني مره. تمام كده. هنا بقى هبتدي انزل بيها والزيت وهو برضو دافي. خلي الزيت دافي، ما يبقاش الزيت سخن عشان خاطر ما تكرمش كده منك وتبقى شكلها مش حلو. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشكل حلو جدا، جميله قوي، كلها متساويه ما شاء الله عليها. عايزه اقول لكم ان الفكره دي انا شفتها في قناه جميله جدا اسمها اللي هي قناه الليدي لوما، ربنا يا رب يديها الصحه. عجبتني قوي الفكره وحبيت ان انا اجربها. جربوها حلوه جدا. الوصفه حلوه قوي بجد بجد. هي نص التكلفه لو انت هتشتريها من بره، حاجه كده يعني هتفرح ولادك في البيت، وفي نفس الوقت مش مكلفه بتكلفه اللي انت هتشتريه من بره. هنا انا شلتها كده وبحطها كده في مصفى عشان تنزل لو في اي زيوت ولا اي حاجه زياده قبل ما ابتدي احط عليها السيرب او الشربات. ده كان الشكل النهائي. بصوا روعه، شايفين اللون الذهبي خطير. طب بالنسبه للسيرب بتاعها او الشربات انا بعمل كميه وبحطها في التلاجة، ما بعملش جزء الحاجه. ده كيلو سكر عليه نص لتر ميه عليه ذره ملح ليمون، بغليهم لمده 5 دقايق 10 دقايق على النار، وبحطهم في ازازه وبسيبهم في التلاجة، بستخدم منهم على طول. ده كده سيرب تقيل. لو انت حابه تخففيه بتضيفي له مثلا نص كوبايه ميه وبتستخدميه. تمام كده اهو. هنزل بيه كده زي ما انتم شايفين. والسيرب ده هنعمله اليومين اللي جايين من تجهيزات رمضان ان شاء الله. هقلب بقى كده زي ما انتم شايفين معايا، وانا هنا هعمل جزء زي ما احنا شايفين معايا بالسيرب او بالشربات، وهعمل جزء تاني بالسكر البودر نقدر نحط عليها. سامحوني ما قدرتش اقاوم. ايه القرمشه دي خطيره، قرمشه هتقعد معاكي بجد لمده يومين. تعالوا كده بقى نخرجها كده ونصفيها من السيرب او من الشربات بتاعها. بصوا حلوه قوي ازاي، اللون بتاعها تحفه جدا، جميله 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 بجد. الوصفه هايله، كميه قرمشه رهيبه جدا. بصوا بقى اللي انا حطيت عليها سكر دي اللي هي الاشكال الفضائيه اللي ابني طالبها لان هو بيحبها كده. وطبعا طالما بنعمل حاجه يبقى كده عايزين نفرح الولاد. ودي اللي هي الاشكال اللي هي متساويه عملتها بالشربات. تقدري تزينيها بالشوكولاته، شوكولاته الدارك، الشوكولاته البيضاء، اللي يعجبك يعني، بالسكر بالشربات. وجربوها بجد بجد، الوصفه هايله جدا وهتعجبكم. بألف هنا وشفا. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، كل سنه وكل الامه الاسلاميه وحبايبي واخواتي حلوين وطيبين. جربوها بألف هنا وشفا.